الاهلي والجونه. الاهلي بدأ الماتش بال4-3-3، الشناوي في حراسه المرمى، قدامه قلبين دفاع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، على اليمين هاني وعلى الشمال خالد عبد الفتاح، قدامه لاعب ارتكاز على الدايره كوكا، على يمينه ندفد وعلى شماله قفشه، قدامهم اتنين، على اليمين طاهر، على الشمال حسين الشحات، تحت مهاجم صريح موديست. استكمالا لماتش سيراميكا، شوط اول سيء من الاهلي من غير اي خطوره على الجونه، اللي نزل ب4-2-3-1 وعارف هيعمل ايه ونجح في كده. اول ما الاهلي هيبدا يبني اللعب على ياسر وربيعه، المهاجم هيبقى معاهم، مع وجود الوينجين على الباكين هاني وخالد عبد الفتاح، واحمد بالحاج ملتزم بكوكا، والاتنين الارتكاز ملتزمين بقفشه وندفد. فبالتالي النتيجه، ايوه بالظبط كده، كور عاليه بلا هدف وكلها لصالح الجونه، وطبعا ما تشكلش خطوره حقيقيه قوي على مرمى الشناوي زي ماتش سيراميكا، وده طبعا لفرق الكواليتي للاعبين. دايما في غياب عبد المنعم ومعلول وامام عاشور، مع تقفيل الخصم على الارتكاز بتاعك سواء مروان عطيه او كوكا، وسوء المستوى اللي بتعيشه الاجنحه، لازم مش هيبقى عندك حلول، وهتقل نسبه وجودك وخطورتك في نص ملعب الخصم. شوط تاني لحد الدقيقه 57 امتداد للشوط الاول، وفي الدقيقه 57 بينزل ديانج وامام عاشور مكان كريم ندفد وقفشه، وبنزول امام اتحركت المياه الراكده طوال الشوط الاول شويه، بلعبه الايجابي لقدام على طول واللونج باس اللي بتنقل اللعب بسرعه لنص ملعب الخصم. ومع مرور الوقت بدأ يشكل الاهلي بالفعل خطوره حقيقيه على مرمى الجونه. لكن انت ما بتلعبش لوحدك في الجيم، تراجع الجونه وتقفيله العمق والاطراف الى حد ما واستبسال لاعبته كان عائق قصاد الاهلي عشان يخرج الماتش بالتعادل 1-1.